هذه الحاله الكارثيه هذه كتضر بالبيئه، اولا كتضر بالمواطن، كتضر حتى بالناس اللي كيدوزوا منا مستعملين الطريق، اللي قال لك بلا انه هذا الدخان هذا كيعميهم، وان لما كيجي الكاميو كيتم جاي يهز الزبل كذاك الماء ديالو كيشكل عليهم خطر انهم كيزلق هذوك الطوموبيلات. فينا هما هاد مجموعه الجماعات ديال تدبير النفايات وديال الصحه؟ واش نتوما كتسابقوا غير على المناصب شكون اللي غيكون رئيس ديال مجموعه الجماعات وشكون اللي غادي يكون عضو فيها؟ واليوم كنشوفوكم بلا انكم غائبين، كنشوفوا الحاله كارثيه اليوم، كنشوفوا بلا ان هاد الحاله هذه المفروض انكم تكونوا هنا. اليوم كنستنكروا وتنقولوا باللي ان مدينه الفقيه بن صالح كما قلنا لكم مدينه منكوبه. واشنو ذنب مدينه الفقيه بن صالح؟ واش هاد رؤساء الجماعات الا ما كانوش انهم يلقاو حلول للمشاكل ديال الفقيه بن صالح يمشيو في حالهم؟ كان هنا الورد، وكان هنا الربيع، وكان هنا الزيتون، كانت الخيرات هنا، وكان الجماليه ديال مدينه الفقيه بن صالح، كل شيء مشى. هذه الكارثه اللي كان اليوم اللي كاينه في المدخل، واش هذا هو الجزاء ديال مدينه الفقيه بن صالح؟ اننا لمنطقه فوسفاطيه، اننا ممكن ان هاد الرؤساء الجماعات اللي شفناهم كيتباوردوا علينا في مواسم انهم ما استطاعوش انهم يديروا شراكه مع الفوسفات على اساس ان تكون هذه المنطقه الكبيره اللي هنايا تكون مسابيح، تكون مناطق ديال اللي يخرج فيها الساكن ويتنفس فيها. اليوم كيحطوا لنا واحد يعني هنا الازبال، كيحطوا لنا النفايات هنا، كيحطوا لنا هاد النفايات اللي هي ماشي تم معايير صحيه. يعني هاد الحاله الكارثيه هذه كتضر بالبيئه، اولا كتضر بالمواطن يعني العميري، كتضر حتى بالناس اللي كيدوزوا منا مستعملين الطريق، اللي قال لك بلا انه هاد الدخان هذا كيعميهم، وان لما كيجي الكاميو كيتم جاي يهز الزبل كذاك الماء ديالو كيشكل عليهم خطر انهم كيزلق هذوك الطوموبيلات. وهنا كنوجهوا واحد الرساله، فينا هما هاد مجموعه الجماعات ديال تدبير النفايات وديال الصحه؟ واش نتوما كتسابقوا غير على المناصب شكون اللي غيكون رئيس ديال مجموعه الجماعات وشكون اللي غادي يكون عضو فيها؟ واليوم كنشوفوكم بلا انكم غائبين، كنشوفوا الحاله كارثيه اليوم، كنشوفوا بلا ان هاد الحاله هذه المفروض انكم تكونوا هنا باش تشوفوا هاد الحاله هذه اللي كتضر الساكنه وكتضر هاد الناس هادو. واش هاد مجموعه الجماعات اللي هي دارت اختصاص ديالها انها تشوف هاد البيئه هذه، هاد الحاله الكارثيه اللي ما تقدرش انك ما تقدرش تنفس؟ اليوم كنستنكروا وتنقولوا باللي ان مدينه الفقيه بن صالح كما قلنا لكم مدينه منكوبه في جميع الميادين. حنا الا جينا نهضروا تاع على المشاريع يعني الواقفه، كنقولوا للمسؤولين بلا ان هاد المشاريع انت غتكمل، تيقول لك راه القضايا في المحكمه، راه مول الشركه راه دار افلاس. واشنو ذنب مدينه الفقيه بن صالح؟ واشنو ذنب مدينه الفقيه بن صالح؟ واش هاد رؤساء الجماعات الا ما كانوش انهم يلقاو حلول للمشاكل ديال الفقيه بن صالح يمشيو في حالهم؟ راه ما يمكنش انه هاد رؤساء الجماعات ملي كيمشي لهم المواطن على اساس انه يكون تغيير او يكون اصلاح او يديروا شي بديله حسنه، وفي الاخير تنوليو نقولوا بلا راه ان ديك الشركه دارت افلاس، بلا ان الملفات راهم في القضاء، وبلا اننا ما قدروش نديروا هذاك، بلا ان الميزانيه ما عندناش. ايوا شنو كديروا تما اليوم؟ انتم اليوم فين تنشفناكم بلا انكم كترافعوا على اساس انكم تكونوا في مجموع الجماعات ديال هاد ديال الصحه؟ فين هي الصحه هذه؟ فين هي الصحه هذه في مدينه الفقيه بن صالح؟ كان هنا الورد، وكان هنا الربيع، وكان هنا الزيتون، كانت الخيرات هنا، وكان الجماليه ديال مدينه الفقيه بن صالح، كل شيء مشى. حنا اليوم كنشوفوا بلا ان الفوسفات هو وحدنا، ولكن ما استفدناش منه. علاش؟ بسبب هاد النخب السياسيه اللي كنشوفوها غير في المؤتمرات
ديالهم الحزبيه واللي كيجيبوا امناء الاحزاب ديالهم لهنا لفقيه بن صالح وكيتبوردوا علينا وكيعطيونا وعود. كل فما كتقرب الحملات الانتخابيه ديالهم كيعطيونا وعود بلا انهم غيصلحوا. اما على ارض الواقع، تعال شوفوا ارض الواقع، تعال شوفوا الحاله الكارثيه، تعال شوفوا حالنا. جميع الجهات اللي كتمثلنا سواء نخب سياسيه او مسؤولين بالجهه او مسؤولين اقليميين او مسؤولين اداريين، يعني جميع الوزارات كناشدوها اليوم. عيب وعار اننا نشوفوا هذه الحاله الكارثيه في المدخل ديال مدينه لفقيه بن صالح اللي العوض انه تكون مدخل جميل. واش كديروا لنا غير كديروا لنا خلى هذاك الماكياج في الدخله، كتصاوبوا لنا هذيك الدخله ديالنا وديروا فيها الورد وديروا فيها الشجر على اساس ان المدينه مزيانه. وهذوك الناس شنو غيستنشقوا؟ كيستنشقوا هذه الريحه الخانزه اللي غاديه من هنا، تيستنشقوا هذه الميكروبات وهذه الريحه. واش حنا واش هذا المطرح العشوائي اللي علاش دار هنا بالضبط وفي مدخل المدينه راه كيأثر على المدينه؟ علاش ما يكونش واحد المطرح عشوائي، مطرح اللي هو يكون فيه يعني بالقانون ديالو، اللي يكون فيه معايير صحيه، واللي يعني واللي يكون فيه تدوير النفايات؟ فينا هما هاد النخب السياسيه اللي راه كنشوفكم غير في الاجتماعات مع في الاحزاب ديالكم. راه حنا ما كنشوفكمش على ارض الواقع، كنشوفكم في الفيسبوك انكم تكتبوا، كنشوفكم في المقاهي كتهضروا، ولكن على ارض الواقع ما كنشوفكمش، ما كنشوفوا حتى واحد، سواء معارضه او سواء المكاتب المسيره. كما قلنا رؤساء الجماعات راه بحال سالوا هاد المواسم اللي مشاو تبوردوا علينا فيها، وهاد الزبل ديالهم هما فين تيحطوه، هاد الزبل ديالهم فين تيلوحوه، هاد الزبل ديالهم فين تيحطوه هنا، وما مستطيعينش انهم يديروا حتى واحد المطرح اللي يكون فيه يعني معايير صحيه. ماشي عيب عليكم وحرام عليكم اننا عندنا 50 درجه الحراره، منطقه اللي فيها 40 و50 درجه حراره وتزيدوا علينا بهذه العافيه وبهذا الدخان هذا تزيدوا تخنقونا. واش هادو من المسابيح اللي حطيتوا لينا؟ راه الجاليه جايه على الابواب. واش هادشي اللي موجدين للجاليه موجدين لهذا الدخان؟ هما الشركه هنايا بعيد عنا ب 300 كيلومتر. علاش ما تضغطوش على الفوسفات وتجيبوا شراكات وديروا لنا هنا مسابيح وديروا لنا هنايا مناطق خضراء باش بنادم يخرج من المدينه ويتنفس على هذه المنطقه هذه الهوائيه؟ لا، انتم كتعرفوا غير المناصب، تعرفوا غير البرلمان، تعرفوا غير تمشي للجهه، تعرفوا غير تمشي رئيس الجماعه، كتعرف غير تمشي الاغلبيه، تاخذ المازوت، تاخذ الطوموبيل، تاخذ التليفون، تخلص من المال العام، وحنا نطردقوا، حنا نبقى نغوتوا العام كامل ياك. حسبنا الله ونعم في الوكيل فيكم. الرسائل المفتوحه لجميع الجهات لان هذه المساله خطيره، لان كيف يعقل اننا اقليم لفقيه بن صالح ما فيش واحد يعني مكان اللي يمكن نقولوا انه تترمى فيه هذه الازبال ويكون مكان صحي وقانوني. هذا راه غير عشوائي. كنتمنى الرساله ديالي توصل، وعلى راسهم عامل الاقليم، رئيس الجماعه الترابيه ديال مدينه لفقيه بن صالح، رؤساء الجماعات، مجلس الجهه، الوزارات المعنيه. انضم لنا الآن واشترك في القناة للحصول على صدى أخبار مملكتنا.